أيها الإخوة المواطنون، أيها الأصدقاء ورفاق الكفاح من أعضاء المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي، إن اجتماعكم اليوم في هذا المكان على هذا النحو في هذا اليوم يمثل معنى كبيرا له أهميته القصوى وله أثره البعيد على مستقبل النضال الوطني للشعب المصري المؤمن المصمم القادر بمشيئة الله على شق طريقه إلى أهدافه المقدسة وأهداف أمته العربية، مهما كانت الصعاب ومهما كانت التحديات ومهما كانت التضحيات المطلوبة لتأكيد وتعزيز الكرامة العربية والشرف العربي والحرية العربية في جميع صورها وأشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن اجتماع هذا المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي الذي تكون بطريق الانتخاب الحر من القاعدة إلى القمة بناء متينا لتحالف قوى الشعب العاملة قائدة النضال الوطني في هذا اليوم الذي يوافق العيد 16 لثورة 23 يوليو سنة 1952 التي كانت نقطة الانطلاق للإرادة الثورية للشعب المصري. اجتماع هذا المؤتمر في يوم هذه الذكرى حدث تاريخي عظيم ونقطة تحول بارزة على الطريق الطويل والمجيد للحركة الثورية المصرية. إن معنى هذا الاجتماع في هذا اليوم هو أن الثورة استطاعت الحفاظ على حيويتها وأنها امتلكت من الأصالة ما مكنها ويمكنها دواما من تجديد نفسها، وذلك عن طريق الالتحام بالجماهير وإدراكها الواعي أن الشعب نفسه هو الثورة، وأن الجماهير نفسها هي الثورة، وليست الثورة فردا أو مجموعة من الأفراد. إن هذا المؤتمر حين يجتمع في هذا اليوم باعتباره أعلى سلطة سياسية في الدولة، فإن اجتماعه في حد ذاته إشارة لا ينبغي أن يخطئ في فهمها أحد، مؤداها أن خطوة حاسمة قد تحققت بنقل السلطة إلى تحالف قوى الشعب العاملة وبوسيلة الديمقراطية وعلى أساسها. لكنني أصدقكم القول بأن عملكم وحده هو الذي يقدر على أن يعطي لهذه الخطوة الحاسمة وزنها الطبيعي والحقيقي في تطور الحياة السياسية لوطننا. ومنذ البداية فإني أود أن أعلن أمامكم موقفي: ليست هناك سلطة في الدولة كلها، ولا ينبغي أن تكون هناك سلطة في الدولة كلها أعلى من سلطة هذا المؤتمر، باعتباره التجسيد الحي لسلطة تحالف قوى الشعب العاملة. ليس هناك حد ولا قيد، ولا ينبغي أن يكون هناك حد أو قيد على أعمال هذا المؤتمر، لأنه ليست هناك سلطة تملك أن تضع عليه من الحدود
أو القيود ما لا يريده لنفسه ولا عمله. إن أية دعوة تقول بأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن الآن تضع أمام المؤتمر موضوعات محظورة وأخرى مباحة هي دعوة مرفوضة من الأساس ومن البداية. إن المؤتمر يملك من أسباب الحرص على أمن الوطن وعلى سلامة خط نضاله مثل ما تملك أجهزة الحكم الأخرى، بل إنه بحكم توليه الأمانة الشعبية الأولى والكبرى يتحمل من المسؤولية أكثر من أي جهة غيره، وبالتالي فإن حقه لا ينبغي أن ينازع تحت أي دعاوي أو تعلات. والمؤتمر ولجانه والتنظيمات المنبثقة عنه تستطيع أن تزن الأمور وأن تقدر وأمامها الخيار في كل ما يوضع أمامها من الحقائق، لها أن تذيعه خارج المؤتمر، ولها أن تحتفظ به إذا وجدت من دواعي الحرص ما يقتضي ذلك داخل حدود المؤتمر أو لجانه أو تنظيماته. ولقد قلت للزملاء الذين يتحملون معي أعباء المسؤولية أنه من الضروري أن تكون التجربة الجديدة في بناء الاتحاد الاشتراكي ناجحة، وأن نجاحها يجب ألا تعترضه أي عوائق مهما كانت مصدرها. إن تكوين المؤتمر ليس ملهاة سياسية، وعمله ليس مجرد تنفيذ لأي بخار محبوس، كما أن دوره ليس مجرد شكل مهيب. ولو كنا نريد شيئا من ذلك ولا أظننا نريد شيئا من ذلك لكانت هناك طرق أخرى لبلوغ ذلك والوصول إليه. إننا في مرحلة لا تحتمل إلا ما هو جد، ولا تحتمل إلا ما هو حقيقي، ولا تحتمل إلا ما هو أصيل، ولا تحتمل إلا ما هو أمين، ولا تحتمل إلا ما هو صادق. وأول ما يكون الجد والحق والأصالة والأمانة والصدق مع النفس. إن هذا الجيل من شعب مصر لم يعبث، وإذا كانت العثرات قد اعترضت طريقه على مسار كفاحه فلقد أثبت دائما بجد وحق وأصالة وأمانة وصدق أنه الأقدر على المسؤولية والأقدر بتحمل تبعات الكفاح. إن هزيمة على الطريق لا ينبغي لها أن تضعف من ثقتنا بأنفسنا وبما استطعنا تحقيقه على مسار نضالنا الحافل. إن هذا الجيل هو الذي تحمل مسؤولية ثورة 23 يوليو وانتصر، وهذا الجيل هو الذي تحمل مسؤولية إجلاء الاحتلال البريطاني وانتصر، وهذا الجيل هو الذي أسقط تحالف الإقطاع ورأس المال، وهو التحالف الذي كان يمثله القصر، الذي كان يستمد قوته من حراب جنود الاحتلال وانتصر. وهذا الجيل واجه عملية وضع العالم العربي كله في إطار سياسة مناطق النفوذ وكسر هذا الإطار وانتصر. وهذا الجيل هو الذي خاض معركة العدوان الثلاثي في السويس وصبر وناضل وانتصر. وهذا الجيل هو الذي تمكن من استرداد جميع المصالح الاقتصادية المصرية التي كانت منهوبة للاحتكارات والعناصر الأجنبية وانتصر. وهذا الجيل هو الذي تحمل بأعباء أكبر عملية للتنمية في بلدان آسيا وإفريقيا، واستطاع خلالها أن يبني قرابة 1000 مصنع، وأن يبني أعظم سد في العالم هو سد أسوان العالي، وأن يفجر طاقة الكهرباء.
وأن يفجر طاقة كهرباء تنقله من ناحية الطاقة إلى قرب المستوى الأوروبي، واستطاع أن ينتزع من براثن الصحراء قرابة 1,000,000 فدان عمرها بالخضرة وانتصر. وهذا الجيل هو الذي بدأ عملية التحول الاشتراكي في مصر، فنقل الثورة الوطنية إلى سيطرة قوى الشعب العاملة أو ملكيتها الاجتماعية، وأزاح طبقة ال0.5% التي كانت تحتكر لنفسها 50% من الدخل القومي وانتصر. بل إن هذا الجيل استطاع بتفاعله مع الجيل المعاصر في أمته العربية أن يشارك في تحقيق انتصارات كبيرة، كما أنه بتضافر جهوده مع جهود كل الشعوب المناضلة ساعد على إحداث تغيير كبير في موازين القوى العالمية حققته حركة الثورة الوطنية التي تعتبر من أكبر القوى المؤثرة في زماننا. إن طريق هذه الانتصارات لم يكن سهلا، وعمل هذا الجيل عليها لم يكن مبرئا من الشوائب والأخطاء، لكن الشوائب والأخطاء جزء من الطبيعة الإنسانية، والمهم في كل زمان ومكان أن تملك الأجيال المتعاقبة مقدرة التقويم والتصحيح. لكن هذا الجيل حقق من الانتصارات ما لا ينبغي ولا يصح أن تؤثر فيها هزيمة، يضاعف من مرارتها أننا ما زلنا نعيش ظروفها الكئيبة ولم نصل بعد إلى تصفية آثارها، على أن طريق النصر في هذه المعركة التي نواجهها الآن كطريق النصر في معارك سابقة وصلنا فيها وحققنا يرتبط بكل ما هو جد وحقيقي وأصيل وأمين وصادق. وعليكم أنتم أيها الإخوة في هذا السبيل الشيء الكثير. ولقد حاولنا منذ النكسة أن نقوم وأن نصحح، وحاولنا منذ النكسة أن نمكن لكل ما هو جد وحقيقي وأصيل وأمين وصادق، ولقد وصلنا في هذا إلى حد البتر وإلى حد القطع. لكن هناك الكثير مما لا يزال ضروريا، لكنه أكبر من طاقة أي فرد أو أفراد، لأنه يحتاج إلى تعبئة قدرات الأمة كلها وإلى توجيه جميع جهودها لتحقيق الهدف المزدوج لنضالنا المعاصر، وهو من ناحية حشد كل قوانا العسكرية والاقتصادية والفكرية على خطوطنا مع العدو لتحرير الأرض وتحقيق النصر، ومن ناحية أخرى تعبئة كل جماهيرنا بما لها من إمكانيات وطاقات كامنة من أجل واجبات التحرير والنصر، ومن أجل آمال ما بعد التحرير والنصر. ولقد كان ذلك الهدف المزدوج لنضالنا المعاصر هو محتوى ومحور بيان 30 مارس الذي بدأت به عملية تغيير كانت لازمة وحيوية، وهو أيضا البيان الذي جاء مؤتمركم نتيجة من نتائجه تفتح الطريق إلى تحقيق نتائج أوسع استهدفها بيان 30 مارس الذي وافقت عليه الأمة بما يقرب الإجماع، وارتضته برنامجا ومنهاجا يرسم خطى المستقبل. ومن ذلك أيها الإخوة فإننا نستطيع القول بثقة واطمئنان أن مهمة هذا المؤتمر هو الحفاظ على برنامج 30 مارس وتمهيد الأرض لتنفيذه نصا وروحا، وفتح الطريق أمامه واسعا رحبا وخصبا لكي يحقق الآمال التي
وجدتها الأمة فيه، والتي حفزتها إلى هذه الإجابة شبه الإجماعية بالموافقة عليه بنعم. أيها الإخوة أعضاء المؤتمر القومي، إن مؤتمركم شرفني اليوم بانتخابي رئيسا للاتحاد الاشتراكي العربي. في مرحلة بنائه الجديد، وإني لأقدم لكم شكري وعرفاني من أعماق القلب لهذه الثقة التي أعتز بها، وإني لأصارحكم القول بأنني كنت أتمنى لو كان في مقدورنا اليوم أن نسلم العلم من جيلنا إلى جيل آخر أوفر شبابا وأكثر استيعابا لروح العصر، لكنني أدرك تماما أن هذا الانتقال بالعلم من يد جيل إلى جيل يجب أن تسبقه مهمة مقدسة لا بديل لها ولا مناص منها، وهي إزالة بقعة الهزيمة التي لحقت به في معركة يونيو من سنة 1967. ولو لم تكن هذه البقعة لكان من دواعي سعادتي إلى غير ما حد أن أقف فخورا وراضيا لكي أعطي العلم لجيل جديد هو الأقدر منا بغير جدال على مواصلة الكفاح الوطني. لكنني أشعر أننا نظلم هذا الجيل إذا سلمناه العلم مشوبا ببقعة هزيمة سنة 1967. ومع أن جيلنا نحن تسلم العلم في ظروف بالغة السوء سياسيا واجتماعيا ودوليا بالنسبة لوطننا، إلا أن مسؤولية جيلنا كجيل انتقال تختلف عن مسؤولية أجيال سبقته وأجيال تلحقه. إن منتهى أملي أن يسجل التاريخ لهذا الجيل أنه تحمل بكل أعباء مرحلة الانتقال، وتحمل بكل مشاكل مرحلة التحول، وأقام من نفسه ولو بجسده جسرا يعبر عليه التقدم المصري لكي يواصل زحفه منطلقا نحو القرن 21 حرا من كل الرواسب والأغلال، قادرا وسيدا. أيها الإخوة أعضاء المؤتمر القومي، أيها الإخوة أعضاء المؤتمر القومي، ولعلكم تسمحون لي بمقتضى الثقة التي أوليتموني إياها هذا الصباح أن أقترح عليكم خطة عمل لمؤتمرنا لكي تكون حركتنا على هدى وعملنا على أساس منطق علمي تختلف به هذه التجربة عن تجارب أخرى سبقتها. في الحقيقة هذا المؤتمر بالذات، مؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي الأول الذي نجتمع النهاردة في أولى جلساته، يختلف عن أي مؤتمر قومي آخر لعدة أسباب. هذا المؤتمر اجتمع بعد سلسلة من الانتخابات متوالية من القاعدة إلى القمة، والأوضاع الطبيعية
ان هذه الانتخابات بتكون بفواصل بين الوحدات الأساسية والتنظيمات الأخرى. هذا المؤتمر يجتمع بدون جدول أعمال. هذا المؤتمر يجتمع بدون تحضير لما سيحدث فيه. هذا المؤتمر يجتمع بدون أن تكون هناك فرصة حتى لكي يتعارف أفراد بعضهم على البعض. وانتخابات المؤتمر حصلت من فترة وجيزة، ثم اجتمع المؤتمر النهاردة. قدامنا حقيقة عشان نشتغل في هذا المؤتمر طريق من اتنين. الطريق الأول، إذا اجتمع المؤتمر يعني هيجتمع 10 أيام أو 15 يوم، بيجتمع المؤتمر وبنفتح المناقشة العامة، بيطلع كل واحد بيتكلم بدون أن تكون هناك أرض صلبة للكلام، بدون أن يكون هناك مسائل متحضرة للكلام. فتحنا المناقشة وقام كل عضو وقال اللي في راسه من الموضوعات، وهنبص نلاقي نفسنا في موضوعات مختلفة لا تربطها أي روابط. وفي رأيي إن احنا هنقعد 7 أيام نتكلم أو 8 أيام نتكلم أو 9 أيام نتكلم، كل واحد بيتكلم اللي عايز يقوله. بعد كده بينتهي المؤتمر، ممكن تتاخد بعض القرارات وينتهي المؤتمر ونجتمع بعد 3 أشهر زي الكلام اللي جه في بيان 30 مارس. طبعا قبل ما ينتهي المؤتمر في هذه الأيام عايزين ننتخب اللجنة المركزية. الحقيقة على أي أساس طبعا يعني أنا برضو بتساءل، هنتخب اللجنة المركزية؟ لسه الناس ما عرفتش بعض، وأنا نفسي علشان أكتب 150 اسم هختار 150 اسم من اللي أعرفهم، وأنا لسه بستوعب لغاية دلوقتي مين الناس العناصر الجديدة ومين العناصر اللي دخلت في المؤتمر، ولم أستطع حتى الآن أن أستوعب كل العناصر الجديدة اللي دخلت في المؤتمر، خصوصا من عناصر العمال والفلاحين والعناصر الجديدة والشباب اللي بتدخل في هذا العمل السياسي لأول مرة. فقدامنا الطريق ده ان احنا نقعد 10 أيام ونفتح باب المناقشة وكل واحد يطلع يتكلم، وبعدين ننتخب اللجنة المركزية، وبعدين ناخد بعض القرارات ونروح على ان احنا نجتمع بعد 3 أشهر. وبهذا الحقيقة في رأيي ما يكونش المؤتمر أدى دوره، لأنه المؤتمر يجب أن يكون سلطة لرسم السياسات. في الدول الأخرى قبل ما بيجتمع المؤتمر بتعمل لجنة تحضيرية تقعد يمكن شهور، وفي بعض البلاد يمكن بتقعد سنة علشان تجهز تقرير اللجنة المركزية عن المنجزات اللي حصلت وعن الاقتراحات فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، مع التركيز على نواحي مختلفة. احنا الحقيقة زي ما قلت لكم في الأول، احنا في هذا المؤتمر نوع فريد في بابه. بدأت الانتخابات، وانتخابات المؤتمر تمت من أيام، والآن يجتمع المؤتمر. مفيش تقرير من اللجنة المركزية لأن ما كانش فيه لجنة مركزية، مفيش برنامج عمل، مفيش حاجة نشتغل على أساسها. ولهذا
أرى إن إحنا إذا سرنا في الكلام وفتح باب المناقشة لن نسير في الطريق السليم، هيصبح المؤتمر مجرد تنفيس، وهذا ما لا نريده. عايزين المؤتمر يكون مؤتمر رسم سياسي، ويقرر خطوط سياسية في كل المسائل الكبرى تأخذها اللجنة المركزية المنتخبة من المؤتمر لتحولها إلى توجيهات عامة. هذه التوجيهات يلتزم بها الحكم، ويتولى مجلس الأمة تحويلها إلى تشريعات حيث يقتضي الأمر. بهذا يصبح العمل عمل جدي، عمل مؤثر، وعمل فعال. وبدون لجنة تحضيرية وبدون التحضير لن يمكن لنا أن نصل إلى هذا الموضوع. هذا المؤتمر لم تسبقه لجنة تحضيرية، سبقته لجنة للإشراف على الانتخابات أدت مهمتها بجدارة وامتياز، ونقدم الشكر لأعضائها على الواجب الكبير الذي قاموا به. الناحية الثانية اللي أنا أفضلها وخطة العمل اللي أقترحها، أولا انتخاب لجنة تسمى لجنة أعمال المؤتمر، تكون في الواقع لجنة إدارة لعمل المؤتمر، وتكون اللجنة دي من 100 عضو. هذه اللجنة تتولى بعد انتخابها مهمة وضع جدول أعمال تفصيلي للمؤتمر، تحدد المسائل التي يجب أن يقرر المؤتمر فيها سياسة معينة على أساس برنامج 30 مارس. من هذه اللجنة العامة لأعمال المؤتمر تنبثق لجان فرعية تتولى إعداد دراسات تفصيلية عن المسائل التي تناولها بيان 30 مارس وأي مسائل أخرى ترى هذه اللجنة أن الواجب يحتم إضافتها. مثلا لجنة للشؤون الداخلية، لجنة للشؤون الاقتصادية، لجنة لمسائل الدفاع، لجنة للعمل العربي، لجنة للشؤون الخارجية. ده على سبيل المثال. ولجنة الشؤون الداخلية تضع تصورها لعلاج المسائل المتصلة بالوضع الداخلي مما ورد في بيان 30 مارس. تأخذ مثلا موضوع كموضوع سيادة القانون وتضع له القواعد والضوابط، ثم تقدمه بعد ذلك إلى المؤتمر عشان المؤتمر يبحث في المناقشة العامة ويعدلها إذا شاء ويضيف أو يحذف، لكن يكون هناك أساس للمناقشة. إذا صدرت بعد ذلك عن المؤتمر سياسة مرسومة بشأن ما يراه في موضوع سيادة القانون، أصبحت تلك سياسة الدولة في كل مستوياتها ويكون الحساب عليها. يكون هناك معيار صدر من أعلى سلطة في الدولة، وهكذا في بقية المسائل، الإصلاح الاقتصادي، السياسة الخارجية، أي أمر من الأمور. هنكون اللجنة العامة لأعمال المؤتمر اللي هي اللجنة اللي هتحضر لنا، ونديها فترة بتحضر فيها جدول أعمال، بتحضر فيها هذه الموضوعات، وتعمل هذه اللجنة وتعمل اللجان الفرعية وتستعين بمن يشاء من خبراء هذا الوطن ومن المتخصصين في كل ناحية فيه، بما فيهم الوزراء الذين يتحملون معي مسؤولية العمل في هذه الظروف العصيبة. بعد كده، بعد هذه الفترة، يجتمع المؤتمر ويبدأ المناقشة العامة، وكل واحد بيتكلم حينما
نناقش السياسة الداخلية، بيطلع كل واحد يتكلم في السياسة الداخلية. في السياسة الخارجية بيطلع كل واحد يتكلم في السياسة الخارجية حسب المواضيع اللي هتتحدد في هذه اللجنة. يبدأ المؤتمر المناقشة العامة. هتكون المناقشة العامة على أساس زي ما قلت لكم، لو بدأنا المناقشة العامة دلوقتي هتكون هذه المناقشة ليست على أساس. بعد المناقشة لكل موضوع يستطيع المؤتمر أن يصدر قرار وتصدر عنه سياسة محددة واضحة في الشؤون الداخلية، في الشؤون الاقتصادية، في مسائل الدفاع، في العمل العربي، في الشؤون الخارجية. إن عمل اللجنة العامة ثم المناقشة المفتوحة حتى تصدر عن المؤتمر السياسات المطلوبة في كل مجال سوف تعطيه الفرصة بعد ذلك لانتخاب المستويات الأعلى على أساس التجربة مع الناس، وعلى أساس اختبارهم، وعلى أساس مواقفهم. يمكن بعد ذلك أن تنتخب اللجنة المركزية من 150 عضوا، ويمكن بعد ذلك أن تنتخب اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي. هذا تصوري الذي نستطيع به أن نكفل جدية العمل الذي نقوم به وعلمية العمل الذي نقوم به. واللجنة التحضيرية أو لجنة العمل اللي أنا بقترح تكوينها تأخذ 4 أسابيع في تقديري قبل أو ما يقرب من هذا، قبل فتح باب المناقشة العامة. هذا لا يمنع أن أعضاء المؤتمر ممكن بيقعدوا عدة أيام للتعارف علشان فعلا انتخاب اللجنة المركزية. ما هنيجي نقول لك انتخب اللجنة المركزية، هتنتخب على أساس إيه وإنت ما تعرفش الناس؟ ده رأيي الحقيقة بالنسبة للموضوع. أما إذا فتحنا باب المناقشة دلوقتي وخلصنا بعد 7 أيام وانتخبنا اللجنة المركزية بعد 7 أيام وأخذنا قرارات، هيبقى شغلنا شغل سلق ومش مبني على أساس، ولن نستطيع أن نقرر سياسات، لأن هو تقرير السياسات في مؤتمر مثل مؤتمرنا يحتاج إلى دراسة وإلى تحضير في كل موضوع من الموضوعات حتى يمكن لأي فرد أن يناقش هذا الموضوع. وإذا كان ذلك الاقتراح مقبولا من المؤتمر فإنني أقترح أن نعقد جلسة ثانية في الغد نتكلم فيها على 100 عضو وعلى الأعضاء اللي هيكونوا في اللجنة التحضيرية. يفهم من هذا أن الاقتراح مقبول. ولتسهيل العملية اتفضل. اي معلش انا شايف ان المؤتمر يجي بعد فتره بعد سنوات من المعاناه. حصل انحراف في بعض الامثله، حصل مصادره للحريات، حصل تصرف من مجموعه اعتقدت انها اخلص من عناصر الوطنيه. الجماهير بره فيها شيء من السلبيه. الجماهير شجع ان ممكن ان احنا نتحول فعلا الى عمل ايجابي يجذبها كلها نحونا. انا شايف ان التاريخ اللي عشناه، انا حقي اتفضل. انا شايف ان الفتره اللي عشناها وهي مش قليله في تمزق النفوس كثير. انا بقترح ان بيستمر المؤتمر لفتره قد تكون 5 أو 6 ايام بالاستماع الى كلمات من الاعضاء يعبروا فيها عن ما يعانون وعن ما يعانون الاخرون. بعد فتره 7 ايام ممكن ننتقل الى اقتراح لجنه المية. على الاقل لجنه المية بتكون استمعت وبوضوح من الاعضاء الى صوره حقيقيه لما هو جاري في المجتمع المصري.
من الشارع ومن البيت ومن المصنع ومن كل حته. الصوره اللي كل سمعت فيها لجنه التنميه ممكن انها تكون موجهه باسلوب عمل لجنه التنميه. بالتالي وضحت فكرتك يعني. هل موافقين على هذا الكلام؟ إذا نستمر. تسهيل العملية في المرة الأولى، فإني أقترح أن أتلقى منكم اقتراحاتكم لتشكيل هذه اللجنة العامة لأعمال المؤتمر، لكي نستطيع من هذه الاقتراحات أن نعد قائمة بتشكيلها تعرض عليكم في اجتماع الغد. وممكن أنتوا لغاية دلوقتي الحقيقة لازلتوا بتعرفوا بعض كمحافظات، لازال المؤتمر مقسم إلى أجزاء إقليمية. ممكن كل محافظة بتقدم اقتراح باسمين أو 3 أسامي إلى الأمانة، إلى دكتور الزيات، وفي بكرة الصبح بحيث ان احنا نجمع هذه الاسامي ونعمل منها قائمة نعرضها عليكم بعد الظهر، على اساس ان تكون هذه القائمة هي لجنة المية. واللي عايز يتكلم زي الاخ ما قال للجنة المية بيروح، اللي عايز يروح يتكلم زي الاخ ما قال انه عايز يسمع صوته للجنة المية بيروح يسمع صوته للجنة المية. وبعدين انت بتقول اللي فات كلنا عارفينه، واحنا كنا نقدر نخلي اللي فات سر. احنا ابحنا نشر المحاكمات علشان البلد تعرف، واحنا اذا ما كناش عايزين البلد تعرف وننقد نقد ذاتي ما كناش ابحنا نشر المحاكمات بما فيها بكل حاجة. وانا قلت هذا الكلام قبل كده. طبعا من السهل ان احنا نقول ان كان فيه كذا وكان فيه كذا. طبعا في حاجات حصلت، ولكن كل واحد اخذ جزاؤه فيما حصل. وزي ما قلت لكم في الاول، العمل الوطني والنضال الوطني لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون مبرأ من الشوائب ومن الاخطاء. وكل واحد هيشتغل في اي مجال من المجالات هيجد شوائب وهيجد اخطاء. وفي المناقشة العامة انا هكون موجود هنا وهعلق على كل واحد هيتكلم في المناقشة العامة، وهرد وناقش زي ما حصل قبل كده في مؤتمر 62. لان انا برضو زي ما قلت لكم انا مسؤول عن الفترة اللي فاتت، مسؤول عن الفترة اللي فاتت، ومسؤول 16 سنة النهاردة. والحقيقة انا لما كنت بقول ان الواحد كان يتمنى فعلا انه يسلم العلم لجيل جديد، الحقيقة بعد 16 سنة احنا بنقول 16 سنة، اما 16 سنة بالنسبة لينا احنا ما كانوش 16 سنة له، ولا 16 سنة عبث، ولا بالنسبة للشعب المصري المكافح المناضل ابدا. يمكن كل سنة كانت ب10 سنين او ب20 سنة، لان كل سنة من دول سنة كفاح ونضال في معارك، من اول الثورة مع الاستعمار من اجل اخراج الاستعمار، ضد حلف بغداد، ضد مشروع ايزنهاور، من اجل الاستقلال الوطني، من اجل الاستقلال الاقتصادي، من اجل الحفاظ على حريتنا، من اجل تحرير الوطن، ومن اجل تحرير المواطن، ومن اجل اقامة العدالة الاجتماعية، ومن اجل اقامة الكفاية والعدل، من اجل حاجات كتيرة جدا في 16 سنة اللي فاتت. 16 سنة اللي فاتت انا بعتبرها 16 سنة مجيدة، ولكن بعتبر بالنسبة للشخص اللي قام بالمسؤولية فيها كل سنة منها تساوي 10 سنوات في الجهد والعمل المضني والعمل الشاق. وفعلا لما كنت بقول ان الواحد يتمنى ان في الجيل الجديد يتولى القيادة، انا كنت بقول هذا من كل قلبي. وانا بعتبر انكم انتوا هنا النهاردة، انتوا المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي، انتم بتمثلوا الركيزة الاساسية اللي تستطيع الحقيقة انها تحفظ هذا العلم وتسير به في طريقها حتى نحقق لبلدنا كل شيء.
وحتى يستطيع الإنسان في يوم من الأيام أنه يقول أن في قاعدة أساسية تضمن الاستمرار، ويستطيع الواحد أنه يروح يقعد في بيته ويقفل عليه ويقول فليستلم الجيل الجديد العلم ويسير فيه. وأنا متصور أما احنا هنتكلم النهاردة في المؤتمر، هل هنتكلم على الماضي؟ ما الماضي اتكلمنا عليه طول السنة اللي فاتت، احنا وقفنا واتكلمنا وكل الناس وقفت واتكلمت. احنا عايزين نتكلم على المستقبل ولا نلتفت الى الوراء. نتكلم على المستقبل علشان نبني بلدنا، وعلشان نحرر بلدنا، وعلشان نطلع إسرائيل من سيناء. مش بس إسرائيل هي اللي موجودة في سيناء، إسرائيل في سيناء ووراها أمريكا ووراها قوة كبيرة. إذا قعدنا النهاردة علشان نبص لورا ونتكلم على اللي فات ونقول إن في ناس انحرفت، ما احنا قلنا 100 مرة الناس انحرفت، ونقول إن في ناس عملت، قلنا إن في ناس عملت، وقلنا إن دول راحوا محكمة الثورة ومحكمة الثورة حكمتهم، وقلنا النقد والنقد الذاتي كتير جدا. هنرجع تاني في هذا المؤتمر نبص تاني للوراء ونتكلم عن هذه الأمور، ونبقى بنكرر الكلام اللي اتقال لمصلحة مين. أنا في رأيي كعضو وكمواطن من أبناء هذا الوطن إن احنا بنبص للأمام وبنقول بناخد زي ما قلت، ما نقولش إن القانون خولف في كذا وكذا، لا، بنقول يجب أن تكون هناك سيادة للقانون ويجب أن ينفذ، وهذه سياسة لهذا المؤتمر، هذه السياسة على الحكومة وعلى الدولة أن تنفذها. وبهذا يكون هذا المؤتمر مؤتمر بناء، مؤتمر إيجابي ينظر إلى المستقبل من أجل بناء الداخلي ومن أجل تعبئة القوى لتحرير هذا الوطن من الاحتلال الإسرائيلي. تحرير هذا الوطن من الاحتلال الإسرائيلي ليس بالعملية السهلة أبدا، لأن إسرائيل مش هي إسرائيل، إسرائيل هي إسرائيل ووراها الصهيونية العالمية أموال من كل مكان، وأمريكا بتدي إسرائيل سلاح. معركة ليست المعركة السهلة، ولكنها معركة صعبة. أيها الإخوة أعضاء المؤتمر، ممكن في اجتماع باكر إن شاء الله نعرض عليكم اقتراح بلجنة المية، وهذه اللجنة هتسير حسب بيان 30 مارس. أيها الإخوة، أيها الأصدقاء ورفاق الكفاح من أعضاء المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي، لا أريد أن أستبق أعمال المؤتمر، ولكني أرى من واجبي أن أعرض عليكم بعض المسائل من شؤون الساعة، وأظنها تشغل بالكم جميعا وتحظى بالقسط الأكبر من اهتمامكم. وأريد أن أقف معكم أمام بعض المسائل أرتبها على النحو التالي: أزمة الشرق الأوسط، احتمالات الحل السياسي أو الحل العسكري للأزمة، القوات المسلحة، زيارات الأخيرة للاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا، الموقف الاقتصادي، دور الشباب وأهميته، العمل العربي والموقف العربي إجمالا، العمل الفدائي الفلسطيني، الحرب النفسية المعلنة علينا، حتمية انتصارنا واشتراطات تحقيق النصر. نتناول كل مسألة من هذه المسائل ونلقي عليها نظرة إجمالية تحيط بأبعادها. أزمة الشرق الأوسط، أنا مش عايز نرجع تاني إلى ظروف قيام أزمة الشرق الأوسط، كل تفاصيلها معروفة، وابتداء من نية العدوان المبيتة على الأراضي العربية إلى التواطؤ الاستعماري مع العدو الإسرائيلي إلى نكسة 5 يونيو ونتائجها الخطيرة والمحزنة بالنسبة لأمتنا العربية. بعدها كما تعرفون فقدنا الجزء الأكبر من قوتنا العسكرية. قبلنا تجربة الحل السياسي لعدة أسباب. في هذا الوقت ما كانش عندنا بديل عن الكلام عن الحل السياسي،
ما كانش عندنا قوات مسلحة نستطيع أن نعتمد عليها. وفي نفس الوقت احنا مش دعاة حرب للحرب ابدا. اذا استطعنا ان احنا نأخذ حقنا بالعمل السياسي زي ما حصل في سنة 57 كان بها، وإذا لم نتمكن فليس علينا إلا أن نكافح في سبيل الحصول على حقنا وتحرير أراضينا. السبب الثالث، عايزين الرأي العام العالمي يكون معانا ويعرف حقيقة موقفه. بعدين في نفس الوقت يجب أن نراعي أصدقائنا الحاليين، أصدقائنا المحتملين، قبل أن نراعي أعدائنا. المعركة في جزء كبير منها تجري على صعيد عالمي وأمام رأي عام باتساع الدنيا. كل الدنيا يريد أن يعيش في سلام، واحنا كنا ندرك منذ البداية ونحن نجرب طريق الحل السياسي أن ذلك الطريق طريق صعب مفروش بالأشواك، لأن العدو أسكرته نشوة النصر، ونحن نعلم أن المبدأ القائل بأن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بغير القوة مبدأ سليم وصحيح في كل الظروف. لكننا حاولنا بإخلاص وما زلنا نحاول بإخلاص في ظل قواعد لا نحيد عنها ولا ننحرف. هذه القواعد واضحة وهي ثابتة في سياسة الجمهورية العربية المتحدة: لا مفاوضة مع إسرائيل، لا صلح مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا صفقات على حساب الأرض الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني. هذه هي الأسس اللي سرنا عليها بالنسبة لحل أزمة الشرق الأوسط بالطريق السلمي. ولكن من 23 نوفمبر لغاية دلوقتي حصل أخذ ورد مع ممثل الأمم المتحدة. هل وصلنا إلى شيء؟ لم نصل إلى شيء. تعاوننا مع ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة وتعاوننا معه إلى أقصى حد، وقبلنا نحن قرار مجلس الأمن، أما إسرائيل فلم تقبل قرار مجلس الأمن. ليست هناك مشروعات وموجودة الآن علشان الحل السلمي، ولا يبدو أمامي أن هناك مشروعات أو في المستقبل ستكون لإيجاد الحل السلمي. احنا نسمع من مندوب السكرتير العام للأمم المتحدة وبنقول رأينا على الكلام اللي بنسمعه. لغاية دلوقتي رأينا أيضا واضح بالنسبة للحل السياسي: لا نقبل بأي حال من الأحوال التنازل عن أي شبر من الأرض العربية في أي بلد عربي. ومن الواضح أن إسرائيل التي رفضت قرار مجلس الأمن تريد عدة أهداف. الهدف الأول هو تحقيق الهدف السياسي، لأنها انتصرت عسكريا ولم تحقق هدف سياسي. إسرائيل تريد التفاوض المباشر وتوقيع معاهدة صلح، ونحن نرفض هذا الكلام. إذن إسرائيل حصلت على نصر عسكري
ولم تستطع حتى الآن أن تحقق الهدف السياسي، توقيع معاهدة صلح مع أي من الدول العربية المحيطة بها. إذن إسرائيل لا تنسحب ليه من الأراضي اللي هي محتلاها بعد أن تمكنت من نصر عسكري ساحق؟ إسرائيل تبقى زي هم ما بيقولوا على أمل أن تتغير الأوضاع أو تتغير الأنظمة، وتيجي أنظمة تقبل أن توقع معاهدة صلح مع إسرائيل. تتغير الأوضاع إزاي؟ إن إسرائيل تعلم إن الاحتلال راسخ على قلب كل فرد من أبناء الأمة العربية. الاحتلال يمثل تمزق، الاحتلال شيء غير طبيعي كالكابوس بالنسبة لنا جميعا، وتعتقد أن هذا قد يؤثر في جبهتنا الداخلية بما يمكنها من أنها هي طبعا والقوى الإمبريالية الاستعمارية التي تعمل من وراءها أنها تؤثر على الجبهات الداخلية، وقد تستطيع أنها تغير الأنظمة وتجيب أنظمة تقبل أن تصل إلى صلح مع إسرائيل. طالما إسرائيل تعلم أن احنا لسه ما وصلناش إلى القوة العسكرية الهجومية الساحقة، تبقى إسرائيل في أماكنها على أساس أن تحقق النصر السياسي بتغيير الأنظمة. لهذا إسرائيل لا تقبل قرار مجلس الأمن، إسرائيل لا تقبل مناقشة قرار مجلس الأمن. إسرائيل بتقول إن احنا موجودين مطرحنا على خطوط إيقاف النار لغاية ما تقبلوا إنكم تقعدوا معانا تتفاوضوا وتوقعوا اتفاقية صلح. طبعا نحن نجابه هذا بإيه؟ إن احنا نبني قواتنا المسلحة، وإن احنا من سنة ما كانش عندنا قوات مسلحة بعد الهزيمة، دلوقتي عندنا قوات مسلحة تفوق يمكن اللي كانت موجودة قبل المعركة. بنعمل على تطوير هذه القوات المسلحة بحيث يكون لها التفوق، لأن عدونا عدو ماكر ووراه قوة بتديه كل شيء، بتديه الفلوس وبتديله السلاح. بعد كده نتكلم على احتمالات الحل السياسي والحل العسكري. الأزمة بطبيعتها لا تستطيع الانتظار طويل، انتظار. دلوقتي احنا بقالنا سنة، المنطقة اللي احنا بنعيش فيها منطقة حساسة، الوضع القائم لا يمكن قبوله، وهو وضع منافي للطبيعة ويخلق موقف قابل للاشتعال السريع والانفجار في أي وقت. هناك التزام مبدئي أساسي، مسألة حياة أو موت، وهو تحرير الأرض شبرا شبرا لو اقتضى الأمر، حتى لو كان على كل شبر من الأرض شهيد. وهذا موضوع واضح. الحرب في طلب الحق مشروعة، ولكن لن ندع أي واحد يستفزنا. احنا اللي نقرر، واحنا اللي نجهز، واحنا اللي نرتب.
وهذا الموضوع موضوع طويل يحتاج مننا إلى الصبر والصمود. نصبر ونصمد حتى نستطيع أن ننتصر، حتى نستطيع أن نتفوق، وبعد التفوق ننتصر. لكننا لن نعرف للحياة طعم ولا قيمة إلا بحرية كل شبر من الأرض العربية. حرية الأرض العربية بالنسبة لنا لا تتجزأ. ليس هناك بديل بأي حال من الأحوال غير خروج قوى الاحتلال من كل الأراضي المحتلة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط بغير ذلك. وإذا لم يكن هناك سلام في الشرق الأوسط فمن المشكوك فيه كثيرا أن يقتصر رد الفعل على حدود الشرق الأوسط. إننا لا نقول هذا الكلام لإسرائيل، ولكن نقوله للعالم. بالنسبة لإسرائيل ليس لدينا ما نقول. لقد انكشف دور إسرائيل، انكشف دورها تماما كعميل للإمبريالية العالمية وللاستعمار. ولكن الكلام اللي احنا بنقوله النهاردة كلام بنقوله للعالم الذي يحرص على السلام ويتمسك به. ونضيف فوق هذا الكلام بأن السلام في هذه المنطقة من العالم لا يتحقق بمجرد إزالة آثار عدوان 5 يونيو، ولكن السلام الحقيقي يرتبط بالحقوق المشروعة لشعب فلسطين. ثالثا، الموضوع الثالث القوات المسلحة. لما ندرس أسباب الهزيمة، وأنا درست أسباب الهزيمة وحضرت اجتماعات في القيادة لبحث كل ما حصل، عندما ندرس أسباب الهزيمة سوف يتضح أمامنا أن القصور لم يكن في الضباط والجنود. وده موضوع لازم الحقيقة نعرفه كويس. حدث خلل من المؤلم أن أعود إلى تفاصيله. 4 أخماس قوتنا لم تشتبك مع العدو ولم تتح لها فرصة للاشتباك. وضعت في ظروف بالغة السوء. مفيش فايدة دلوقتي ان احنا نتكلم على اللي فات الا بالقدر اللازم للحساب وللاستفادة من دروس المعركة. عساكرنا وضباطنا اللي دخلوا المعارك اثبتوا انهم ناس يقدروا يصمدوا ويقدروا يموتوا. الجندي المصري جندي مقاتل وما يخافش من الموت. وانا حاربت مع العسكري المصري الفلاح في سنة 48 وشفته ازاي يستقبل الموت. اذا نظلم جنودنا اذا نظرنا اليهم على اساس ما حصل، ونظلم ضباطنا. اللي حصل ان جزء كبير جدا من الجيش لم يدخل المعركة، وكلنا نعرف في عملية الانسحاب استطاعت القوات المعادية في المضايق انها توقع بينا اكبر خسائر. اخذنا دلوقتي دروس المعركة واستفدنا. ده بيحصل دلوقتي. اللي حصل في القوات المسلحة في السنة اللي فاتت عوضنا الكثير من خسائرنا، وزي ما قلت قبل كده وصلنا الى المقدرة الدفاعية. بعد كده بنحول
نفسنا إلى أن يكون جيشنا جيش هجومي قوي مجهز بأحدث الأسلحة. وأنا حضرت مناورة أخيرا قبل مسافر الاتحاد السوفيتي وشفت فيها قواتنا، وأستطيع أن أنا أقول أنهم في السنة اللي فاتت عملوا عمل يساوي عمل 5 سنوات، والواحد يقدر يقول ان في قوات مسلحة قادرة. ولكن لازم برضو نفهم ان الضباط والجنود كلهم بيقوموا بعمل شاق جدا في هذه الايام، بيشتغلوا ليل ونهار. كل واحد من الضباط والصف ضباط بيشعر ان البلد كلها بتبصله وبتديه واجب يحدد لنا مصيرنا ويحدد لنا مستقبلنا. كل واحد فيهم بيشعر ان الامة بتحط عليه المسؤولية، عشان كده هم بيقوموا بهذا الواجب. ولكن قواتنا المسلحة لابد أن تأخذ وقتها وتملك فرصتها لتحقق ما يتحتم عليها تحقيقه. وإحنا كشعب نؤيد قواتنا المسلحة تأييد كامل، ونؤمن بقواتنا المسلحة إيمان كامل، لأن الشعب إذا فقد إيمانه بقواته المسلحة يفقد إيمانه بنفسه وبمصيره. لا بد للشعب أن يعطي قواته المسلحة، لأنه لا بديل لذلك. ومن الحق علي أن أقول أن الشعب أعطى والشعب بذل. أعطى إيه؟ أعطى أبنائه، خيرة أبنائه الآن في القوات المسلحة. العساكر والضباط اللي في القوات المسلحة هم ولادنا، والشعب يحس بهم ويحيا معهم في كل وقت. يشعر انهم بيعيشوا ظروف عصيبة نفسية ومادية نتيجة العمل الشاق والجهد الكبير والتدريب والظروف المرهقة والانتظار على هذا الحال يوم بعد يوم. بيكون ايضا شيء مؤلم للنفس، وايضا مؤلم ايضا على قواتنا المسلحة انها بتشوف العدو على الضفة الاخرى من القناة. الموضوع الرابع هو زيارتي الاخيرة للاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا. ايها الاخوة، ذهبت بالدرجة الاولى لاشكر قادة الاتحاد السوفيتي والشعب السوفيتي على كل ما قدموه لنا ولكي نتباحث في الموقف. ولكن هناك حقيقة يجب أن ندركها ونعرفها. بدون الاتحاد السوفيتي كنا الآن نجد أنفسنا واقفين أمام العدو بدون سلاح، مرغمين على قبول شروط. أمريكا ما كانتش هتدينا ولا طلقة، وهي لا ادتنا ولا هتدينا، وبتدي إسرائيل كل شيء، ابتداء من المدافع إلى الطائرات إلى الصواريخ. وبعدين احنا خدنا هذه الأسلحة من الاتحاد السوفيتي اللي سلحنا بيها قواتنا المسلحة، والحقيقة لغاية دلوقتي ما دفعناش ولا مليم. والحقيقة لو كان الموضوع موضوع دفع، احنا ما عندناش فلوس عشان ندفع ونشتري بيها سلاح، وكلنا نعرف الموقف. اخدنا جزء من الاتحاد السوفيتي كهدية
والباقي تعاقدنا عليه على ان احنا نبقى ندفع ثمنه في المستقبل على اقساط طويلة. لولا الاتحاد السوفيتي ولولا موافقة الاتحاد السوفيتي على امدادنا بالسلاح كنا النهاردة قاعدين في موقف زي ما كنا في هذا الموقف من سنة، ما عندناش اي اسلحة وتحت تهديد اسرائيل ومرغمين على ان نقبل شروط اسرائيل. في نفس الوقت هناك مسألة يجب ان ندرسها جيدا ونعيها بعمق. لماذا يعطينا الاتحاد السوفيتي هذا كله؟ ليه؟ احنا والاتحاد السوفيتي يجمعنا هدف واحد وهو مقاومة الاستعمار. نحن لا نريد نفوذ اجنبي في منطقتنا من العالم، وهو من جانبه حريص كل الحرص على الوقوف ضد الاستعمار وعلى تصفية التمركز الاستعماري الذي يملأ المنطقة الجنوبية إلى حدوده. احنا لينا مصلحة عقائدية ووطنية معادية للاستعمار، وهو ليه الاتحاد السوفيتي مصلحة عقائدية واستراتيجية معادية للاستعمار. وبدي أقول لكم بصراحة وبوضوح، لم يحاول الاتحاد السوفيتي في أي مرة أو حتى وإحنا في عز زنقتنا إنه يملي علينا الشروط أو يطلب مننا شيء. بالعكس، اللي كان بيحصل دايما إن إحنا اللي بنطلب. وأنا في زيارتي الأخيرة للاتحاد السوفيتي طبعا ما رحتش أشكر بس، رحت أشكر وأطلب برضو في نفس الوقت. فبعد الشكر طلبت، وبعد ما طلبت قلت لهم ان انا مكسوف، يعني ما انتوش مالكوش طلب مننا، احنا عمالين نطلب منكم طلبات. هم قالوا ان احنا ملناش اي مطالب منكم. حقيقة ده كلام بقوله لكم ده للتاريخ، وعلشان نعرف مين اصدقائنا ومين اعدائنا. قعدنا احنا ساعات نطلب والناس لم يطلبوا مننا طلب واحد. حتى لما انا قلت لهم ان انا مكسوف من ان احنا بنطلب 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 وانتوا ما طلبتوش مننا شيء، بدي لو يكون لكم طلب نقدر نعمله، هل تطلبوا مننا اي حاجة؟ قالوا لنا ان احنا نأخذ هذا الموقف بناء على عقيدتنا اللي هي عقيدة التحرر الوطني وكفاح الشعوب ونضالها، وليس لنا اي طلب عندكم. لم يحاول الاتحاد السوفيتي ان يملي علينا اي شرط من الشروط، وفي تعاملنا معه باستمرار لم يحاول انه يملي اي شرط من الشروط. وحتى لما احنا اختلفنا مع الاتحاد السوفيتي في سنة 59، وكانت هناك اتفاقية السد العالي المرحلة الاولى اتفاقية التصنيع الاولى واتفاقية صفقة السلاح. ومع هذا، مع الخلاف يمكن اللي وصل الى حد انه كان خلاف واضح على الجرايد، لم يحدث ان بذلت محاولة ضغط او صدرت من الاتحاد السوفيتي كلمة تهديد. ده الحقيقة الامانة تقتضيني ان انا اقول هذا الموضوع. في نقطة اخرى، عنصر الاسطول السوفيتي وظهوره في البحر الابيض. انا بقول ان دول المنطقة، الدول المتحررة في المنطقة كلها ترحب بظهور الاسطول السوفيتي في البحر الابيض كعنصر موازنة للاسطول الامريكي السادس الذي اراد ان يجعل من البحر الابيض بحيرة امريكية. الاسطول السوفيتي لم يهددنا، والاسطول السادس هو احتياطي استراتيجي لاسرائيل على حد قول رئيس وزراء اسرائيل نفسه. يوم يخرج الاسطول الامريكي من البحر الابيض، ساعتها يمكن للذين يتساءلون عن خطر وجود الاسطول السوفيتي ان يتكلموا او ان يسمع لهم.
وبهذه المناسبة قد أشير بسرعة إلى موقفنا تجاه أمريكا. السياسة الأمريكية فشلت في هذه المنطقة فشلا ذريعا. لا يستطيع الآن أن يجاهر بالصداقة لأمريكا إلا عميل واضح صريح. العالم العربي كله يعلم ويعرف ماذا فعلت أمريكا. كنا ننتظر من أمريكا شيء خلاف ذلك، أو على الأقل لم نكن ننتظر ذلك كله. ومع ذلك هذا شأن أمريكا. وإعطاء الأسلحة لإسرائيل وهي محتلة الأراضي العربية معناه أن أمريكا تدعم إسرائيل في احتلال الأراضي العربية. إعطاء الطائرات لإسرائيل وهي محتلة الأراضي العربية معناه أن أمريكا تؤيد إسرائيل وتساندها في احتلال الأراضي العربية. مساندة أمريكا لإسرائيل في الأمم المتحدة مساندة كاملة، واتخاذ وجهة النظر الإسرائيلية والدفاع عنها معناه أن أمريكا تؤيد احتلال إسرائيل للأراضي العربية. رفض أمريكا التصريح بما ينص على ضرورة انسحاب قوات إسرائيل إلى الموقف اللي كانت فيه قبل 5 يونيو دليل على أن أمريكا تؤيد إسرائيل، بل تتواطأ مع إسرائيل في ما قامت به وفيما تقوم به. وهذا يعلمه كل فرد من أبناء الأمة العربية. والأمر لا يقتصر حتى الآن على الأمة العربية، ولكن لا يقتصر على الأمة العربية، ولكن يشمل دول أخرى. في السنة اللي فاتت باين ان دول الحلف المركزي عايزة تتحلل من الحلف المركزي اللي كان زمان يسمى حلف بغداد. امبارح بنقرأ ان الطلبة في تركيا بياخدوا بحارة الأسطول السادس وبيرموهم الى البحر. ليه؟ مفيش عاقل في امريكا او في الولايات المتحدة بيسأل نفسه ليه ده حصل في العالم العربي؟ ليه ده حصل في الدول الأخرى؟ الدولة اللي هي أمريكا التي ملكت من أسباب القوة ما لم يتح لغيرها في التاريخ أو في عصرنا، الحقيقة عليها أن تتساءل إيه اللي الناس عايزاه منها. الناس عايزة أمريكا تأخذ موقف مبني على العدل، موقف مبني على المساواة، موقف بحيث انها كدولة كبرى تكون لها ايضا مبادئ كبرى، لا تقبل العدوان ولا تقبل الاحتلال ولا تقبل بأي حال من الأحوال أن تؤيد المعتدي وأن تعطيه السلاح. ما أنتقل إلى زيارتي إلى يوغوسلافيا. أنا زرت يوغوسلافيا الحقيقة لمدة قصيرة، يمكن بقيتنا ليلتين، وكان الغرض من هذه الزيارة أن نثبت تقديرنا لزيارة الرئيس تيتو لنا في أغسطس الماضي. يعني وهو صمم على أنه يجي في أغسطس في عز الحر في السنة اللي فاتت، وكانت هذه الخطوة منه تستحق التقدير الكبير. والرئيس تيتو صديق لنا، والحقيقة بعد النكسة قام بدور كبير جدا في كل مكان وفي كل الدول ضد العدوان وضد الاحتلال وضد أساليب إسرائيل. وفي نفس الوقت اتكلمنا على المؤتمر الدول غير المنحازة الجديد. بعد كده بنتكلم على الموقف الاقتصادي. برغم كل ظروف الحرب فإن الموقف الاقتصادي المصري في جملته سليم، والصناعة حصلت على استثمارات، المصانع الجديدة تفتح في كل يوم،
الزراعة محاصيلها قياسية. مش معنى هذا ان احنا ما عندناش مشاكل في الاقتصاد، لا، عندنا مشاكل في الاقتصاد. بالنسبة للعملة الصعبة عندنا مشاكل، بالنسبة لميزان المدفوعات عندنا مشاكل، وبالنسبة للحقيقة الاستثمارات المطلوبة للتنمية عندنا مشاكل. ان احنا عايزين نشغل اكبر عدد من الناس، وعايزين لهذا كمية كبيرة من الاموال. ولكن رغم هذه المشاكل الاقتصاد ماشي في طريقه. كان هناك آمال ان الضغط الاقتصادي يجوعنا، وان احنا نصبح في وضع ما نقدرش نجيب فيه قمح ولا نجيب فيه اكل. ولكن النهاردة بعد سنة قدرنا نصمد، وفي قمح وفي دقيق وفي ذرة، ومفيش ازمات تموين. وكل ده بالرغم من ان احنا ادينا لميزانية الدفاع اعتماد السنة دي لم يسبق له مثيل، بيزيد على 300 مليون جنيه. النقطة التالية في النقط اللي انا حبيت اتكلم فيها هي الشباب ودور الشباب. من ابرز الظواهر في وطننا الاهتمام بالشباب، ولا بد ان ننمي هذا الاهتمام. اسوأ ما يمكن ان يعانيه اي بلد هو احساس شبابه باللامبالاة. احنا عايزين من شبابنا انهم يهتموا بكل شيء، ووضع الشباب يجب ان يكون موضوع من اهم المواضيع اللي نحرص عليها، لان الشباب هو امل الوطن. اسهام الشباب في الشؤون العامة من علامات الصحة وضمانات الامل في المستقبل. ولهذا كان الحرص على وجود الشباب في هذا المؤتمر. ونعتقد ايضا ان مشاركة الجامعة الايجابية في الفكر امر ضروري، وانا اتكلمت على هذا يمكن في هذه القاعة مرات عديدة على سنوات متوالية. الجامعة يجب ان تكون قلعة لحماية التطور الاجتماعي الوطني وفتح الطريق امامه، وهذا دورها. لا اكف دائما عن القول بان ضمانات المستقبل هي الجامعات والاهتمام بالجامعات والديمقراطية. بعد كده النقطة التالية في النقطة اللي انا اتكلمت فيها هي العمل العربي. المعركة مع العدو لها الأولوية على أي شيء، والمعركة تقتضي أمة عربية واحدة. وحتى الآن نحن نحاول بكل وسيلة من الوسائل أن نصل إلى هذا الهدف. حصل اجتماع في الخرطوم، واتكلمت على اجتماع الخرطوم قبل كده وأهميته. دعونا إلى اجتماع آخر، مؤتمر قمة، ولكن لا نتمسك، واستعضنا عنه بالتنسيق الثنائي. ونحن لسنا على استعداد للدخول في اي مسالك فرعية. البعض حاول جرنا، ولكننا لسنا على استعداد للدخول. هناك معركة واحدة تأخذ كل جهدنا في الاستعداد لها، وليس لدينا وقت لغيرها، وهي المعركة مع العدو. موقفنا من اي دولة عربية يرتبط بموقفها من المعركة. وطبعا في دول احنا بعتت لنا قوات زي السودان والجزائر، ليها قوات معانا، والدول العربية اخرى، العراق، الكويت، لها قوات معانا. وفي دول ايضا ساعدتنا في الصمود الاقتصادي والتزمت باتفاقية الدعم العربي زي السعودية
وليبيا والكويت. وفي اعتقادي أن العمل العربي ممكن أن يتقدم يوم بعد يوم رغم البطء في هذا التقدم. النقطة التالية هي العمل الفدائي الفلسطيني. نحن ملتزمون التزاما كاملا بتقديم كل مساعدة للعمل الفدائي الفلسطيني، ونعتبر أن النضال الفلسطيني في السنة الماضية علامة تحول كبيرة في الموقف العربي كله. وهذه العلامة لا نشعر بها نحن فقط، ولكن يشعر بها العالم أجمع، أن الشعب الفلسطيني خرج ليأخذ قضيته بنفسه ويدافع عن حقوقه بنفسه. النقطة التاسعة هي الحرب النفسية. الحرب النفسية هي محاولة التشكيك في أي شيء، والغرض منها أيضا ضرب الجبهة الداخلية. ولكن محاولات التشكيك ليست جديدة علينا، وزي ما قلنا في سنة 57 كان ضدنا 11 محطة سرية إذاعة، ولا تجدي محاولات التشكيك مع جماهير الأمة العربية. محاولات التشكيك تحاول في اتجاهات مختلفة. أولا تشويه النشاط الدبلوماسي الواسع والضروري الذي تقوم به الجمهورية العربية المتحدة، ومحاولة تصويره على أنه قبول بمشروعات مشبوهة. طبعا من الواجب علينا أن نقوم بهجوم دبلوماسي ونكشف إسرائيل في العالم. طبعا الحرب النفسية بتحاول أنها تبين هذا الهجوم الدبلوماسي على أنه قبول بمشروعات مشبوهة. وطبعا أيضا الحرب النفسية الكلام على الاتحاد السوفيتي، وأن علاقتنا كبرت قوي مع الاتحاد السوفيتي وعلاقتنا توثقت، وده هيجرنا إلى الشيوعية وهيحطنا في التبعية. ويمكن كلنا عارفين هذه النقط، ما فيش داعي أن أنا أكررها. في فارق كبير بين التعاون والتبعية. لما عملنا صفقة الأسلحة سنة 55 مع الاتحاد السوفيتي قالوا هذا الكلام، قالوا ان في خطر من صفقة الأسلحة لأن ده هتجرنا إلى التبعية، وقالوا أمثلة. أما جينا نعمل اتفاقية السد العالي مع الاتحاد السوفيتي قالوا هيجوا خبراء سوفيت وخبراء روس في السد العالي، وده معناه انه هيحصل تدخل وهيحصل نوع من التبعية. جاء أكثر من 5000 خبير روسي إلى السد العالي، ولم يتدخل واحد من هؤلاء الناس في أمورنا الداخلية، ولم يحاول واحد منهم أنه يحول واحد من أهالي أسوان إلى أن يكون شيوعي. ما حصلش هذا الكلام. الكلام ده بيقولوه النهاردة. مثلا بيقولوا ايه الخبراء السوفييت في الجيش، معناه ايه؟ معناه السيطرة على الجيش والتبعية. انا قلت قبل كده ان احنا طلبنا هؤلاء الخبراء من الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي ما كانش موافق على انه يدينا خبراء، وقال سنتعرض للهجوم. ولكن الحقيقة بعد ما حصل في 5 يونيو من الواجب على اي واحد يقدر الامور ويزنها انه يشعر ان احنا عايزين تدريب وعايزين نتعلم من ناس نواحي كثيرة في شؤون الحرب. وعلى هذا طلبنا الخبراء العسكريين، ووصلنا الخبراء العسكريين وهم بيساعدونا، والحقيقة نستفيد منهم واستفدنا منهم في جميع المجالات. لكن ممكن أيضا تتكرر القصة اللي اتقالت لما أخذنا الأسلحة سنة 55، لما عملنا السد العالي سنة 60، تتكرر نفس العملية النهاردة في الحرب النفسية. نشعر أيها الإخوة أن الأمة العربية كلها
يجب أن تشعر بالعرفان للاتحاد السوفيتي. بغير الاتحاد السوفيتي كما قلت لكم كنا نجد أنفسنا الآن بدون أي سلاح أمام العسكرية الإسرائيلية التي أعماها النصر الذي حصلت عليه في يونيو الماضي. أما استقلال مصر، وده بقوله لكل الناس، ليس للبيع، ليس للشراء، ليس للرهن، ده موضوع مستمر. وده اللي حطنا في المواقف الصعبة اللي احنا فيها. لو كنا قبلنا بالتبعية لحلف بغداد مثلا، لما طلبوا مننا ان احنا ندخل حلف بغداد وهددونا، لو كنا قبلنا بالتبعية كنا أبناها من سنين طويلة، من زمن طويل، وما كانش بينا حاجة إلى أن نخوض كل هذه المعارك التي خضناها. نحن لم نقبل التبعية ولن نقبل التبعية، بل كافحنا ونضلنا من أجل الحرية ومن أجل الاستقلال ومن أجل خلق الوطن الحر والمواطن الحر. الحرب النفسية أيضا في الأخبار المسمومة، وقالوا مثلا في بعض البرقيات أخيرا إن كان في مظاهرات في اسكندرية، وقالوا ده كلام منقول عن المسافرين. احنا بلد مفتوح، احنا مش بلد مقفول. الناس بتقدر تدخل وتخرج، آلاف في كل ساعة بيدخلوا بلدنا وبيخرجوا من بلدنا، ولكن هذا الكلام يمثل نوع من الحرب النفسية والأخبار الكاذبة اللي يحاولوا انهم يؤثروا علينا بيها ويثبتوا ان الجبهة الداخلية جبهة غير قوية، جبهة غير صامدة، او في نفس الوقت يؤثروا على الجبهة الداخلية لتكون جبهة مهتزة غير صامدة، حتى تستطيع الإمبريالية، تستطيع إسرائيل ومن هم وراء إسرائيل انهم يحققوا هدفهم. هم استطاعوا انهم يحصلوا على نصر عسكري، ولكن لم تسقط هذه البلد ولم تقبل الهزيمة، بل صممت على الصمود. ضغطوا علينا اقتصاديا، ولكننا رغم هذا الضغط لم نستسلم وسرنا وفرضنا قيود وقبلنا هذه القيود، ولم يستطيعوا انهم يسقطونا اقتصاديا. اذا يبقى فاضل شيء واحد، وهو ضرب الجبهة الداخلية، ضرب تحالف قوى الشعب العامل بعضه ببعض. وبهذا إذا انهارت الجبهة الداخلية تستطيع القوى الاستعمارية المعادية وتستطيع إسرائيل أن تحقق أهدافها التي لم تتحقق حتى الآن. النقطة العاشرة في النقط اللي قلتها والأخيرة هي حتمية النصر واشتراطات تحقيق النصر. أيها الإخوة، لا بديل لهذه الأمة غير النصر بإذن الله، وهي تقدر عليه إذا عبأت قواها وأحسنت الاستفادة من طاقتها وظروفها، وإذا استطعنا أن نؤمن ونبني جبهتنا الداخلية على أساس المعركة. الجبهة الداخلية هي السند الذي ترتكز عليه جبهة ميدان القتال. كل محاولات العدو ضد الجبهة الداخلية ومحاولات التأثير فيها يجب أن نكشفها، ويجب أن نهزمها، ويجب أن نسقطها. في هذا المجال دوركم أنتم أيها الإخوة رفاق الكفاح من أعضاء المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي. أنتم قيادة تحالف قوى الشعب العاملة، وأنتم الأقدر على التلاحم معها، وأنتم الأقدر بتوجيهها عن طريق العمل والكفاح والوضوح والصدق. إن المعركة معركة كل الشعب، وهي معركة
حياة الشعب، ويجب أن يخوضها كل الشعب، ويجب أن تكون انتصارا للحياة وللشعب. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هكذا أيها الإخوة المواطنون يحيي أعضاء المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي السيد الرئيس جمال عبد الناصر مثلما استقبلوه في هذه القاعة. وهكذا انتهى حديث السيد الرئيس جمال عبد الناصر إلى زملائه أعضاء المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العربي بوصفه رئيسا للاتحاد الاشتراكي العربي. وهكذا استمعت الأمة إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى السيد رئيس الاتحاد الاشتراكي السيد الرئيس جمال عبد الناصر في العيد 16 لثورة 23 يوليو المجيدة. نحييكم سيداتي وسادتي من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، وقلوبنا جميعا تتجه إلى الله بالدعاء بالنصر على أعدائنا وبالنصر في كل أعمالنا. والسلام عليكم ورحمة الله.